وباجي الفيوم على طول. الفيوم دي ما بتجيبش الا رجاله، بس اوعى تكون اخواني. قلت له لا يا عم لا مش اخواني ما تخافش. ان انا لما مضيت للزمالك كنت مضيت عندي في البيت وكده في البلد. كنت عندك في البيت في البلد ازاي؟ في البلد انا لما مضيت في نادي الزمالك مضيت في البلد مع يعني ايه مضيت في البلد؟ مع امي ربنا يديها الصحه يا رب، ربنا يخليها واخواتي، لك. وكنت لسه مش متجوز. باسم دار عليك الحمد لله. باسم حبيب اخويا بس دار عليا وبتاع، قال لي عارف انت لو شافك كنت مشيت دلوقتي. بس ربنا سترها. طب وايه اكتر موقف حصل بينك وبين مرتضى منصور تفتكره؟ بالمستشار مرتضى، لا هو في موقف بسيط كده. كان المستشار مرتضى على طول ما يعملناش المحاضرات في صاله الاجتماع او كده يعني، لا كنا بنقعد في، يعني ما كنا دايما ما فيش حاجه اسمها نقعد في قاعه او كده يعني. في حلو. الغالب بنسبه 90% المستشار مرتضى بيبقى موجود، بينزل لنا الملعب قبل التمرين ب 10 دقايق ولا حاجه، يقف معانا في الملعب ويتكلم معانا. حلو. كان موقف طريف كده طبعا، بهزر فيه برضه يعني. طبعا كان المستشار مرتضى واقف، وكان كان بيقرا سوره كده، فاتلخبط صورة ايه؟ مش فاكر سوره كل اعوذ برب الفلق او حاجه زي كده. اتلخبط في السوره، وانا قاعد قدام وعلى شمالي باسم مرسي. فانا طبعا ربنا كريم ان هو ما خدش باله ان برضه حوالين المستشار كان اللعيبه كلها. احنا اللعيبه قدامه قاعده قدامه، حلو. حواليه شله محترمه يعني، شله كبيره جدا. مم. بيجي برجاله ما شاء الله يعني، الله اكبر حدث الحرب. المستشار حبيبي طبعا في الاول وفي الآخر. المهم غلط في الايه. فانا بضحك بسرعه يعني، اي موقف يعني يخليني اضحك بسهوله يعني. فانا ضحكت بصوت عالي جامد جدا، رحت مال في الارض جامد قوي. فكده اللي دار عليا ربنا كرمني بقى بمين؟ بباسم مرسي. باسم دار عليك الحمد لله. باسم حبيب اخويا بس دار عليا وبتاع، قال لي عارف انت لو شافك كنت مشيت دلوقتي. بس ربنا سترها. لكن كل علاقتي بالمستشار مرتضى منصور يعني علاقه فوق الممتازه يعني. طب حبيبي. اول جلسه بينك وبينه ايه اللي حصل؟ اول جلسه بيني وبينه هي ليها كواليس شويه، نرجع ورا سنه بسيطه. ان انا لما مضيت للزمالك كنت مضيت عندي في البيت وكده في البلد. كنت عندك في البيت في البلد ازاي؟ في البلد انا لما مضيت في نادي الزمالك مضيت في البلد يعني ايه مضيت في البلد؟ مع امي ربنا يديها الصحه يا رب، ربنا يخليها واخواتي، لك. وكنت لسه مش متجوز، وولاد عمي وعمامي وكده. يعني انت قلت لهم انا لازم امضي دي في كانت البيت؟ رغبتي، ان انا همضي في اه. البلد يعني، افرح اهلي. ان انا كل الناس عارفه ان انا، بلدي كلها عارفه ان انا زملكاوي، اه. زملكاوي مجنون. دي كانت امنيه حياه والدي الله يرحمه. الله يرحمه. فكان بيتنبأ ان انا اروح الزمالك. مم. فطبعا مشيت على خطاه، ان انا اول ما ربنا كرمني وموضوع الزمالك تم على خير، قلت لهم يبقى ان شاء الله باذن الله نعمل ايه، نمضي في البلد وكده. جبت طبعا كابتن ناصر الجرنوسي، ده ابويا في المدربين وابويا في الناشئين يعني. جبته وقعدنا مضينا بقى انا وامي واخواتي وولاد عمي وجواز اخواتي وكده. فكانت من المواقف الطريفه يعني. مضيت هناك، وفي الاخر بقى خلاص رحت فين؟ على الريس بقى. اه. دخلت على المستشفى بقى طبعا تاني يوم او تالت يوم. خدنا الصورة، خدنا اللقطة الجميلة، وقعدنا شوية ومشينا. قال لك ايه؟ قال لي أنا بحب الفيومية جدا. اه. هو باين هو على ما أعتقد مناسب من الفيوم يعني، تمام. يعني المدام عنده من الفيوم على ما أعتقد يعني. مم. وباجي الفيوم على طول. الفيوم دي ما بتجيبش إلا رجالة، بس اوعى تكون إخواني. قلت له لا يا عم لا مش إخواني ما تخافش. مش إخواني ما تخافش، ده أنا اه. زي الفل. اه. أنت باين عليك محترم، وأنا سألت عليك، وإن شاء الله بإذن الله تكون إضافة كبيرة للنادي. واحنا متعشمين في ربنا خير فيك ان شاء الله، ان انت مع زمايلك الصفقات الجديده كسروا الدنيا ان شاء الله باذن الله. كله كلام جميل وزي الفل، ومفيش بعد كده يعني، الحمد لله.